السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حادثة مؤلمة وغريبة ودخيلة على مجتمعاتنا العربية والإسلامية، في مقتل الكابتن بندر القرهدي من المملكة العربية السعودية. وهذه الحادثة صراحة هزت كيان جميع الأمة العربية والإسلامية، وتهز كيان أي شاعر ممكن أنه يكتب فيها. قلت إيش سويت وأنا أخوك؟ إيش سويت وأنا أخوك؟ بندر يصرخ يكلم رفيقه، تذكر بالطفولة أبوك أعطاني المحبة حقيقة، طفولة عشناها ملوك بين كل نفس وشهيقة، ضعت يوم العدا عبوك خلاك تشعل بي حريقة، لا سامح مني خذوك، خلى الغدر عندك وثيقة، كيف تسلك هذا السلوك وتضيع الوفا وطريقة؟ عمري ما شكيت شكوك، عمري ما شكيت شكوك أو حتى جه في بالي دقيقة إنك تخون الأخوة بصكوك وتختم عمري ورحيقة. كيف بتجاوب لو سألوك؟ كيف بتجاوب لو سألوك أهلي وأحبابي بكل ضيقة إيش سوى بك من حبوك؟ عطاك من وقته وتوفيقه، أنا عند ربي أشكوك ما يوفيني منك عقيقة. ترجيتك وقلت أرجوك، ترجيتك وقلت أرجوك، لكن عماك الحقد وشقيقة يوم في حساب راح يجروك للعذاب من رب الخليقة. انت زرعت بدربك الشوك وانت تحصد أوجاعه العميقة. هذه قصة ناس ذلوك خلت اللسان يجف ريقة، ناس من الصداقة يفدوك يروونك من المحبة حديقة. معاكم شاعر أحمد الهاجي من مملكة البحرين، واسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل بندر شهيد عنده بإذن الله تعالى، ويرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان.